استخدام علوم إدارة المخاطر والتخطيط علشان تتحكم في مصيرك ده مش اختراع حديث. لو رجعنا بالزمن 7000 سنة كان في عالم إدارة مخاطر عظيم اسمه النبي يوسف عليه السلام. النموذج اليوسفي ده هو البلو برينت أو المخطط الأساسي لعلومنا اللي بندرسها في الدكتوراه دلوقتي. خطته قامت على 3 مراحل أساسية لأي خطر يهدد حياتك. المرحلة الأولى الريسك أسيسمنت اللي هي التنبؤ بالخطر وتقييمه. هو ما استناش الكارثة تحصل، هو لما فسر حلم الملك قال له إن في 7 سنين رخاء هيجي بعديها 7 سنين عجاف. هو ده تقدير المخاطر قبل ما تحصل، طبعا مع الاختلاف إن دي معجزة وإن ده نبي. والمرحلة التانية هي الريسك ميتيجيشن أو التخفيف من أثر الخطر. في عز الرخاء خزن القمح جوه السنابل بتاعته علشان يقلل من احتمالية إن هو يبوظ، وده التضحية بالراحة الحالية للتقليل من أثر كارثة مستقبلية. والمرحلة الثالثة الكرايسيس ريسبونس أو الاستجابة للأزمة. لما المجاعة ضربت العالم كله كانت مصر هي المخزن الوحيد للأكل، وبكده نجحت الخطة البديلة في الحفاظ على الكيان وتأمين النجاة. وده مش الشكل الوحيد لإدارة المخاطر في مصر القديمة. قبل النبي يوسف عليه السلام بسنين مديرين المخاطر في مصر القديمة ما كانش شاغلهم غير حاجة واحدة، النيل كان أكبر مورد وأكبر خطر. الفيضان لو جه ضعيف تحصل مجاعة، ولو جه قوي زيادة عن اللزوم يحصل غرق ودمار. الحضارة الفرعونية قامت علشان هي أول ما طبق علم إدارة المخاطر بجد. عملوا مقاييس النيل علشان يقدروا الخطر، الريسك أسيسمنت فاكرها، وعملوا صوامع لتخزين الحبوب علشان يقللوا أثر الخطر، ودي تاني مرحلة. كل ده كان بيحصل قبل 7000 سنة. تعال بقى نشوف ازاي فشلنا كبشر ومؤسسات في العصر الحديث ان احنا نطبق المبادئ اللي تبان بسيطة قوي وبديهية دي. مثلا